السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل صينية كفتة هتعجبكم أوي إن شاء الله. هنعمل معاها مكرونة، يا إما رز أبيض يا إما رز أصفر. نص مفروم. دي قطعة ليا مفرومة حلوة كده، يعني في حجم الاستفندية. ملح وفلفل. اللي مش عايز ليا طبعا قطعة ليا براحته. دولت معلقتين دقيق، ودي برضو معلقتين نشا، ودول 3 معالق برغل نقعينهم كويس ومصفينهم. ودي بصلاية مفرومة كبيرة كده حلوة، يعني ما تكونش صغيرة، خليها كبيرة. طبعا طبعا ما تنسوش ان انا حطيت ملح وفلفل بس، ما حطيتش حاجة تانية. طبعا بقى هتعجني فيها كويس قوي عشان تبقى ليها عرق كده وهي بتتاكل. هتلاقوا في كل قطمة ليها عرق كده بتشد وجميلة قوي، تبقى عاملة كده. شايفين الأنسجة؟ طبعا بقى انا سبتها بصراحة شوية في رف التلاجة، يعني حوالي ساعتين. طبعا ده فلفل اصفر واحمر واخضر وطماطم وبصل، رشيت عليهم معلقة فلفل اسود صغيرة قوي، ومعلقة ملح برضو صغيرة. طبعا بقى قلبناهم مع بعض. بصراحة طعم الخضار كان حلو قوي بأمانة، يعني احنا اكلنا منها سندوتشات. وطبعا اللي عايزها مع رز او مكرونة زي ما انا قلت، او بطاطس محمرة، تبقى حلوة طبعا جدا يعني. طبعا بقى انتي هاتي طبق يبقى فيه مية كده ومعلقة زيت صغيرة ورشة فلفل اسود، وابقي بلي ايدك كده ده انا بقول لكم، هي اللي فكرتني بصراحة، انا كنت نسيت اصلا، هي اللي جابت لي الطبق يعني. طبعا بقى صبعتها كده ورصيتها بقى، وبعد كده بقى تحطيها في الرف اللي في النص على درجة حرارة 200. خلي الفرن يبقى شديد شوية علشان تحمر والخضار يستوي كله مع بعضه يعني. عايزة تولعي الفرن يبقى من تحت بس، وبعد كده تولعي الشواية براحتك، بس انا حطيتها في الرف اللي في النص لمدة 20 دقيقة كانت استوت. بس خلي الفرن يعني يكون حامي، او تكونوا مشغلين الفرن قبلها ب10 دقايق ولا حاجة. طبعا بقى دخلتها في الفرن، ودي شكلها بعد ما استوت. طبعا اللي عايز يبقى الدهون اللي نزلت، يعني عايزين تصفوها براحتكم طبعا. يعني انا حاولت بقيت اشيلها في طبق كده عشان ما يبقاش فيها الدهون، لان طبعا طعم اللي بيديها طعم حلو قوي بصراحة. احنا اكلناها مع بطاطس محمرة وسندوتشات صراحة، بس كانت حلوة قوي، يا ريتكم تجربوها. انا بحاول بالراحة عشان الدهون يعني اللي نزلت من الكفتة يعني. اذا عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش لايك، وما تنسوش اللي ما اشتركش في القناة يشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.